يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. يا رب تكونوا بخير. وقبل ما أبدأ أحب أفكركم تصلوا معايا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنسوش تفرحوني بلايك للفيديو واشتراك في القناة. وعايزة أقول لكم إن انتوا وحشتوني كتير قوي من آخر قصة، وجايه لكم النهارده بقصة جديدة، واتمنى من الله انها تعجبكم. بس لو عجبتكم ونالت رضاكم يا ريت تدعموني بلايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت جميل زيكم. ويلا بينا بقى نشوف قصتنا بتحكي عن ايه النهارده. بابا، انا شفت ماما جميلة عند البسين النهارده. عامر باباه بصدمة قال له: ايه؟ انت شفت ايه؟ ماما جميلة؟ طب ازاي؟ ماما بقت عند ربنا دلوقتي يا حبيبي. اياد بعند قال له: لا، انا شفتها وكانت بتعوم في البسين وقت ما كنت بلعب مع عمار. عامر بصدمة اكبر: عمار؟ عمار مين؟ عمار صاحبي الجديد يا بابا، تعالى معايا علشان اعرفك عليه. قرب عامر من ابنه بشفقة كبيرة وحضنه بحب كبير وقال: ايه حبيبي، انت اخدت العلاج بتاعك صح؟ لا لسه يا بابا، انا كنت بلعب مع عمار عند البسين ولقيت ماما طلعت منه وكانت بتضحك وبتلعب معايا. عامر بصدمة: ماما طلعت من البسين نفسه اللي ماتت فيه اياد؟ ايوه يا بابا، طلعت منه. تعالى معايا علشان تشوفها انت كمان وتصدقني. عامر مشي مع اياد ابنه بشفقة عليه لانه تعب قوي بعد موت امه جميلة، وكل يوم يجي يقوله: انا شفت ماما عند البسين. وعامر يروح معاه كل يوم بس مش بيلاقي حاجة عند البسين، وكل ده بيطلع هلاوس من عقل اياد بس. وفعلا زي كل يوم وصل عامر مع ابنه عند البسين، وكان الوضع هادي جدا زي العادة. فشال عامر ابنه بشفقة وحزن عليه وقال له: شفت يا بطل، مفيش ماما هنا. انت كل يوم بتعمل كده معايا يا اياد وتقول ماما هنا، بس يا حبيبي ماما بقت عند ربنا دلوقتي، وده اكيد عقلك اللي بيصور لك انها لسه موجودة هنا. فاهم مني حاجة يا اياد؟ هز اياد راسه بعدم فهم، فضحك عليه عامر وقال: ما انا كل يوم بقولك نفس الكلام وانت برضو مش بتفهم. واتنهد بكمل بتعب: يلا يا حبيب بابا، لازم تاخد علاجك دلوقتي وتنام، الوقت اتأخر قوي. اياد بحزن: بس انا مش عاوز اخده يا بابا، علشان بعد ما باخده ماما مش بتيجي تلعب معايا، بس عمار هو اللي بيجي يلعب معايا بالليل بعد انت ما بتنام. عامر اتنهد بضيق من سيرة عمار المتكررة اللي على لسان اياد كل يوم، وقال بسخرية: تمام، ابقى سلملي عليه يا اياد وقول له بابا عايز يشوفك. اياد بفرحة: حاضر، هقول له يا بابا. عامر اخد ابنه واداله علاجه وقعد جنب منه لغاية ما نام خالص، وسابه وراح على اوضته ومسك صورة جميلة مراته واتنهد بدموعه وتعب وقال: وحشتيني أو يا جميلة، كده تسيبيني انا واياد ابنك لوحدنا واحنا محتاجينلك قوي، الحياة مبقاش ليها اي طعم من غيرك. وحتى اياد بعد موتك تعب قوي وانا اخدته ل100 دكتور نفسي، وكلهم قالوا الصدمة اثرت على عقله لانه لسه صغير وكان بيحبك قوي ومتعلق بيكي جدا. يا ريتك ما سبتيني انا وهو، احنا محتاجينلك قوي يا جميلة. نزلت دموع عامر بحسرة وحزن كبير وهو لسه بيشتكي لجميلة مراته حالته مع ابنه اياد المريض زي كل يوم. وعند اياد كان في غرفته وصحي على صوت شخص جنبه كان بيقوله: اياد اصحى
أنا عاوز ألعب معاك. إياد فتح عينه بنعاس وفرحة وقال: عمار، انت جيت؟ طب يلا بقى نلعب سوا زي كل يوم، مش كده برضو؟ عمار ببسمة: ايوه، انا جيت علشان العب معاك، تعالى بقى نلعب سوا جنب البسين. اياد بحماس: حاضر، انا هنزل معاك فورا. عمار اخد اياد معاه ونزلوا يلعبوا سوا جنب البسين زي كل يوم. وعند عامر كان في غرفته وكان لسه حاضن صورة مراته جميلة بدموع، وفجأة اتنفض من مكانه على فتح باب الأوضة ودخول جميلة مراته بملامح مرعوبة. عامر بصدمة وذهول: جميلة، انت لسه عايشة؟ جميلة برعب قالت له: مفيش وقت للكلام دلوقتي يا عامر، الحق ابنك بسرعة، عمار عاوز يقتله عند البسين. عامر بصدمة ورعب: ايه عمار؟ وعند اياد وعمار جنب البسين عمار ببسمة: اياد، انت نفسك تتعلم العوم مش كده؟ اياد بحماس: ايوه نفسي اتعلم العوم، بس بابا مش راضي يعلمني علشان انا لسه صغير. تمام، انا هعلمك العوم هنا في البسين. بجد يا عمار هتعلمني العوم وهنا في البسين؟ طب امتى هتعلمني؟ دلوقتي حالا، انزل انت البسين وانا هعلمك. حاضر، انا هنزل فورا. وفي نفس الوقت وفي غرفة عامر بصدمة: هو مين عمار اللي عايز يقتل ابني ده؟ هي انت لسه هتسأل؟ اجري بسرعة، ابنك في خطر كبير. عامر قلبه دق برعب على ابنه وجري بره الغرفة بخوف كبير، ووصل عند البسين وفجأة اتسمر بمكانه برعب وقال: اياد، ابني. نزل عامر البسين برعب بعد ما شاف ابنه غرقان فيه، وشاله بسرعة وطلع من البسين، وخلاص قلبه هيقف من الخوف على اياد. وفضل يضغط على صدر اياد برعب وقال بصراخ: اياد، فوق معايا، هبوس ايدك، فوق يا ابني، فوق. حاول كتير لكن بدون فايدة، فشاله وطلع على أقرب مستشفى قدامه. وبعد ساعة طلع الدكتور وهو بيقوله: الحمد لله، لحقناه في آخر لحظة وبقى بخير دلوقتي. نزلت دموع عامر بفرحة كبيرة بعد ما سمعه وقال: ألف حمد وألف شكر ليك يا رب، ابني بقى كويس دلوقتي يا دكتور. أيوه، اتفضل ادخله. دخل عامر غرفة ابنه علشان يطمن عليه ولقاه بيعيط، فجري عليه بقلق وقال: اياد حبيبي، انت كويس؟ بتعيط ليه؟ انت ليه طلعتني من البسين يا بابا؟ انا شفت ماما هناك، وعمار قال لي لو فضلت في البسين هروح عندها. ما تقولش كده تاني يا اياد يا حبيبي، بعد الشر عنك، انت عاوز تسيب بابا لوحده؟ مش انت بتحب بابا يا اياد؟ ايوه، بس انا بحب ماما وحشتني قوي، ونفسي انام في حضنها تاني زي زمان. عامر اخد ابنه في حضنه بدموع وحزن وقال: هتشوفها تاني يا حبيبي وهتنام في حضنها كمان. طب انا عندي ليك خبر حلو قوي. خبر ايه يا بابا؟ عامر ببسمة بعد ما تذكر ان هو شاف جميلة مراته في اوضته قبل ساعات وقال: مش انا شفت ماما جميلة في غرفتي قبل كام ساعة كده؟ بجد يا بابا؟ بجد انت شفتها؟ ايوه، شفتها بعينيا قدامي، وزمانها في البيت مستنية رجوعك ليها يا حبيبي. اياد وقف بحماس رغم تعبه وقال: طب يلا يا بابا بسرعة نرجع البيت بسرعة، انا عاوز اشوفها انا كمان. ابتسم عامر وشال ابنه بسعادة ورجع البيت من تاني. وبعد دخول عامر وإياد البيت نادى إياد بحماس وفرحة كبيرة: ماما، ماما، أنا جيت، تعالي، أنا نفسي أشوفك واحضنك. عامر قال له: تعالى يا بطل، تعالى اما نطلع فوق ونشوفها. طلع عامر
ومعاه إياد لغرفته، وفتحها ودخل ونادى على جميلة مراته، بس الأوضة كانت فاضية. طلع عامر ولف في البيت كله لكن بدون فايدة. عامر بصدمة قال: ازاي البيت فاضي وانا متأكد ان انا شفتها قبل ساعات، كانت هنا قدامي. اياد بحزن: يبقى مشيت يا بابا زي ما كانت بتعمل معايا، انا قلتلك شفتها عند البسين وكانت بتعوم فيه كمان. طب يا حبيبي انت تعبان دلوقتي، هنروح اوضتك تاخد علاجك وترتاح، وبكرة هندور على ماما تاني سوا مع بعض. حاضر يا بابا. أخد عامر ابنه لغرفته، وبعد ما اداله علاجه وفضل جنبه لغاية ما نام، وأخد بعضه ونزل عند البسين وقعد جنبه. وعامر بتشتت وحزن قال: يا ترى رحتي فين يا جميلة؟ أنا متأكد إني شفتك قدامي. أنا تعبت بجد من يوم وفاتك، وأنا حاسس نفسي وحيد وتايه زي الطفل الصغير. أرجوكي لو انتي لسه عايشة ارجعي لي تاني، أنا محتاجك قوي جنبي. وبعد وقت وقف عامر بعد ما خلص عتاب كل يوم مع مراته جميلة، وطلع لأوضته علشان يرتاح. وعند إياد في غرفته صحي على صوت عمار جنبه وهو بيقول: إياد اصحى نلعب مع بعض. إياد بنعاس: لا أنا عاوز أنام، بكرة نلعب سوا يا عمار. إياد اصحى، ماما جميلة عند البسين وعاوزة تلعب معاك كمان. بجد يا عمار؟ ماما تحت عند البسين؟ أيوه تعالى معايا وانت تشوفها بعينك. حاضر أنا هاجي معاك فورا. نزل إياد مع عمار عند البسين علشان يشوف أمه. وعند عامر صحي من النوم وحس إن قلبه مقبوض على إياد ابنه، فخرج لأوضته بسرعة علشان يطمن عليه، ودخل الغرفة بقلق وصدمة لما لقى سرير إياد فاضي. فبلع ريقه بخوف على ابنه ونزل جري عند البسين. وفي نفس الوقت عند إياد وصل قدام البسين وقال بتعجب: عمار فين ماما؟ انت مش قلت انها موجودة هنا؟ ايوه هي نزلت البسين. ايه رأيك ننزل احنا كمان علشان نلعب معاها؟ بس انا المرة اللي فاتت غرقت فيه علشان مش بعرف اعوم. ما تقلقش، انا هنزل معاك المرة دي وهعلمك العوم بجد. تمام يلا، انا هنزل. يلا يا بطل انزل البسين بسرعة علشان نلعب مع ماما جميلة سوا. اياد اتحمس قوي وقرب من البسين بسرعة وخلاص هينزل فيه، بس وقف على صوت عامر اللي قال بصراخ: لا اياد هيرجع بسرعة يا ابني من عندك. اياد سمعه وكان هيرجع فعلا من قدام البسين، بس حس بحاجة دفعته بقوة جوه البسين، وجري عامر بجنون على البسين وقرب منه وخلاص هينط فيه، بس وقف بصدمة لما لقى البسين فاضي قدامه. عامر بصدمة: اياد ابني راح فين؟ ده كان هنا قدامي من دقيقة بس. بص حواليه بصدمة ورعب ورجع للبيت من تاني وطلع لغرفة ابنه وفتحها واتسمر مكانه لما لقى اياد نايم في سريره بعمق. قرب منه عامر بصدمة وبص عليه بخوف وقال: اياد اصحى يا حبيبي انا عاوزك. فتح اياد عينه بتعب وقال: نعم يا بابا، انت كويس؟ مال شكلك مخطوف كده ليه؟ انت كويس يا اياد يا ابني؟ وازاي وصلت هنا وبالسرعة دي؟ ايوه انا كويس يا بابا. هو انت قصدك ايه بوصلت هنا؟ انا كنت نايم هنا من وقت ما جبتني واديتني العلاج ونمت. ايه يعني انت كنت نايم هنا؟ طب ازاي وانا شفتك بعناية دول قدام البسين وكمان نزلت فيه قدامي؟ ما حصلش يا بابا، الظاهر حضرتك كنت بتحلم. اياد انا عاوز اشوف صاحبك عمار اللي حكيت لي عنه قبل كده.
بجد يا بابا؟ انت عايز تشوفه؟ ايوه عاوز اشوفه. انت تعرف مكانه هنا فين؟ ايوه هعرف غرفته هنا. تعال معايا نشوفها سوا. عامر انصدم منه لانه كان فاكر ان عمار ده مجرد خيال في عقل اياده بس بسبب حالته النفسية، واتفاجئ لما بيقوله تعال معايا علشان نشوفها سوا. وبعد وقت اياد اخد عامر معاه عند اخر الممر في البيت، واشار قدامه على ساعة كبيرة وقديمة وقال هنا يا بابا في باب ورا الساعة دي وغرفة عمار وراها. عامر بلع ريقه بخوف من كلام اياد وقال وانت دخلت الغرفة دي قبل كده يا اياد؟ كتير يا بابا، انا قعدت مع عمار في غرفته دي ولعبنا سوا كتير قوي بألعابه. ايه لعبت معاه وهنا كمان وفي ألعاب؟ طيب انت ازاي شلت الساعة الكبيرة دي لوحدك؟ ها انا ما شلتهاش يا بابا، عمار هو اللي كان بيشيلها وانا بدخل معاه بس. تمام، هندخل علشان اشوف صاحبك عمار ده بعيني. اياد اتحمس قوي وعامر قرب وحاول يرفع الساعة بكل قوته، وبصعوبة قدر يحركها ويشيلها. وبعدها لقى قدامه باب قديم قوي وشكله غريب جدا. اياد بحماس افتح الباب يا بابا بسرعة، يلا يا بابا عمار وحشني قوي. عامر فتح الباب بهدوء ودخل الأول الغرفة وانصدم بعدها. ايه ده؟ دي شكلها متدمرة خالص، مين ممكن يقعد في مكان متدمر كده؟ لا يا بابا دي جميلة قوي وانا كمان بحبها قوي. طيب يا حبيبي عمار صاحبك فين؟ الغرفة فاضية زي ما انت شايف ومفيش حد فيها. اكيد عمار خرج يعمل حاجة مهمة بره وزمانه راجع. تعالى في صورة كبيرة هنا لعمار علشان تشوفه. تمام، فين الصورة دي؟ اياد سابه وفضل يدور على الصورة، وفجأة وقف قدام ستارة وقال تعالى يا بابا الصورة هنا ورا الستارة دي. قرب عامر من ابنه بخوف وقال ورا الستارة دي؟ انت متأكد يا اياد؟ هز اياد راسه بتأكيد، وعامر شال الستارة بخوف، وفجأة اكتشف الصورة قدامه. عامر بصدمة ده نفس عمار صديقك يا اياد؟ ايوه يا بابا هو. بلع عامر ريقه وقال انا عندي احساس ان انا شفت الشخص ده قبل كده، بس مين؟ فضل يفكر كتير وبعدها قال بصدمة ايوه افتكرت، ده ابن صاحب البيت، انا فاكره مرة شفته معاه قبل ما اشتري منه البيت ده، بس وقتها انا ما سألتش عن اسمه ايه او حتى كلمته. صدقتني بقى دلوقتي يا بابا لما شفت عمار بعينك؟ بس هو ازاي لسه عايش هنا وفي البيت وانا اشتريته من باباه ومن فترة؟ ما اعرفش، بس انا اتعرفت عليه من بعد موت ماما وهو ظهر لي وكان بيجي ونلعب سوا دايما جنب البسين وهنا كمان. عامر بخوف اياد احنا لازم نخرج من هنا وبسرعة، ومش عاوز اشوفك قريب من المكان ده تاني. اياد باعتراض بس بابا، قطعه عامر بحدة، مفيش بس، اخر مرة اشوفك هنا تاني ولو جالك عمار وطلب منك تلعبوا سوا تيجي تقولي فورا، مفهوم؟ حاضر يا بابا. عامر اخد اياد وخرجوا من الغرفة وقعدوا سوا في الصالون، وعامر بحب قاله هاي يا حبيب بابا، حابب تاكل ايه علشان هطلب لينا غدا من بره؟ اياد بضيق لا انا مش عاوز اكل حاجة جاهزة، انا زهقت منه يا بابا، نفسي اكل من البيت
أكل البيت وحشني قوي، وأكل ماما وحشني قوي. عامر بحزن: وأنا كمان وحشني أكل جميلة قوي يا حبيبي، بس هنعمل إيه؟ أنا مش بعرف أطبخ أكل، معلش استحمل مع بابا حبيبك يا إياد. بص، خليك هنا واوعى تروح في حتة على ما ادخل الحمام واجيلك. تمام يا بابا، مش هروح في حتة. مشي عامر وقعد إياد لوحده، وفجأة سمع صوت بيقوله: حبيب قلبي ما تزعلش، أنا حضرت لك أحلى أكل في الدنيا. إياد بص عليها بلهفة كبيرة وعدم تصديق وقال: ماما كميلة، انتي هنا بجد؟ قربت جميلة من إياد بحب وقالت: حبيب قلب ماما، أنا هنا دايما معاك يا حبيبي. ابتسم إياد بسعادة وراح علشان ينادي على أبوه: إياد حبيبي، مالك؟ انت كويس؟ ماما جميلة هنا يا بابا، وجايبة الأكل اللي بحبه كمان. قرب عامر وأخده في حضنه بشفقة وقال: تمام يا إياد، تعال معايا ندخل المطبخ، وأنا هحاول أحضر لك أكلك المفضل زي ما كانت ماما بتعمله ليك زمان. يا بابا بقولك ماما هنا ومعاها الأكل كمان، تعال معايا. مشي عامر مع ابنه وهو حزين على حاله، وقبل ما يوصلوا للمطبخ شم ريحة الأكل اللي كانت جميلة قوي. ولما وصلوا المطبخ اتفاجئ عامر بأصناف الأكل اللي موجودة فيه، وعامر بصدمة: الله، مين اللي حضر الأكل ده كله؟ إياد بص على الأكل بفرحة كبيرة وقال: ماما اللي حضرت لينا الأكل اللي بحبه يا بابا، مش أنا قلتلك شفتها ومعاها أكل كتير كمان؟ عامر قرب من السفرة بصدمة وذهول ومسك الأكل لقاه لسه سخن، وده دليل إن في شخص حضره من دقايق بس مين يا ترى؟ قعد عامر جنب ابنه وهو بياكل بسعادة كبيرة، ومسك الشوكة هو كمان وبدأ ياكل، وهنا انصدم بجد وقال: ده نفس طعم أكل مراتي جميلة، أنا متأكد منه، يعني أكيد جميلة موجودة معانا هنا، بس مختفية عننا ليه يا ترى؟ رد عليه إياد: هي يمكن علشان خايفة من عمار يا بابا، أصلا أنا في مرة ماما جميلة قالت لي عمار ده شرير وعاوز يخلص مني، وبعدها طلبت مني إن أنا أبعد عنه، بس أنا فضلت ألعب معاه علشان ما عنديش أصحاب هنا غيره. عامر سمع بصدمة وقال: وإمتى حصل الكلام ده معاك يا إياد؟ من بعد وفاة ماما جميلة بأسبوع بس يا بابا. أنا فاكر وقتها كنت بلعب مع عمار جنب البسين، وكنت هقع في البسين، بس ماما لحقتني بسرعة وقالت لي أبعد عن عمار علشان شرير وعاوز يخلص مني. عامر اتنهد بتعب وقال: تمام، خلص أكلك يا حبيبي علشان تنام، الوقت اتأخر دلوقتي. وفعلا بعد وقت عامر أخد ابنه لغرفته، والمرة دي من خوفه عليه واداله علاجه ونام معاه وهو حضنه بقلق وخوف. وبعد ما نام إياد، عامر فتح عينيه بتفكير وقال: يا ترى ايه الحقيقة؟ جميلة مراتي لسه عايشة ازاي وانا مطلعها بايدي من البسين وهي غرقانة وميتة فيه؟ وعمار ازاي لسه عايش هنا في البيت وانا اشتريته من باباه من 5 سنين؟ ازاي ما حسيتش بوجوده هنا معانا الوقت ده كله، او حتى شفته مرة واحدة هنا في البيت؟ اللغز ده بقى كبير قوي، وانا عارف هروح لمين وعنده حل اللغز ده بكرة ان شاء الله. غمض عينيه بعد ما حسم امره ان هيروح لصاحب البيت ويحل الالغاز اللي عايش فيها دي. وفي نص الليل اياد حس بايد بتلمس على وشه بحنية وقال: اياد اصحى يا صاحبي علشان نلعب مع بعض. اياد حس ببرود من لمسته وفتح عينيه بنعاس وقال: عمار، هي انت جيت زي كل يوم
علشان تلعب معايا؟ ايوه، تعالى يا بطل وننزل نلعب جنب البسين سوا. لا، انا بقيت بخاف من البسين علشان غرقت فيه مرة قبل كده. تمام، تيجي نلعب سوا في غرفتي؟ انا جبت العاب جديدة هتعجبك قوي. بجد؟ طيب انا هاجي معاك حالا. تمام، تعالى بس بهدوء، مش عاوزين بابا عامر يصحى. حاضر، انا هنزل بالراحة اهو. وفعلا اياد بعد عن عامر بشويش علشان ما يصحاش، وطلع وهو بيتسحب بره الغرفة مع عمار. وبعد مرور ساعتين عامر أخيرا اتحرك من مكانه، وكان جسمه كله بيوجعه كأن شخص اداله بنج قوي. فتح عينيه بألم رهيب كان موجود في دماغه وقال: هو حصل لي ايه؟ انا دماغي هتفرقع من الألم كده ليه؟ وكمان جسمي وجعني قوي كده ليه؟ قعد على السرير وفجأة افتكر ابنه إياد، فقال بصدمة: إياد ابني كان هنا في حضني، هو راح فين؟ وقف عامر برعب وقلق على ابنه، ورغم ألمه الكبير إلا إنه تحمل على نفسه وطلع يدور عليه ولف البيت كله لكن بدون فايدة. ونزل عند البسين برضه يدور عليه بس مفيش أثر لإياد في أي مكان. فقال عامر برعب: إياد ابني، رد عليا، قلبي هيقف من القلق عليك. طب هيكون راح فين بس يا ربي؟ سكت عامر بتذكر وقال: ايوه صح، اكيد اياد هناك، انا ازاي نسيت المكان ده؟ وبعدها عامر جري بسرعة على غرفة عمار، واتسمر عامر في مكانه بصدمة لما شاف ابنه مرمي قدامه ومغمى عليه ووشه شاحب زي الموتى. عامر بخوف: اياد، اياد، رد عليا يا حبيبي، انت كويس؟ رد عليا. حاول عامر يفوق اياد بس بدون فايدة، فاخده في حضنه وهو بيفحص جسمه برعب، وفجأة لقى علامة زرقاء على رجل اياد تشبه عضة التعبان. بلع ريقه برعب حقيقي وقال: اياد حبيبي، وجري بيه على المستشفى علشان يسعفه. وبعد وقت خرج الدكتور وقال له: الحمد لله، دي كانت لدغة تعبان بس مش سام، والحمد لله بقى كويس دلوقتي وتقدر تشوفه. يعني ابني بقى كويس دلوقتي يا دكتور؟ الحمد لله. ايوه بقى كويس الحمد لله، بس حضرتك ازاي تسيب ابنك يعضه تعبان كده؟ انا مش عارف ازاي التعبان ده وصل لابني، هو كان نايم في حضني وفجأة صحيت ما لقيتهوش موجود جنبي. حصل خير يا فندم، وحمد لله على سلامة اياد، والمرة الجاية خد بالك منه كويس اكتر من كده، عن اذنك. مشي الدكتور وعامر دخل بسرعة غرفة ابنه ولقاه بيفتح عينه بتعب، فقرب منه بقلق وقال: اياد، انت كويس دلوقتي يا حبيبي؟ ايوه كويس يا بابا، بس رجلي وجعاني قوي. هو حصل معايا ايه يا بابا؟ ما حصلش حاجة يا حبيبي، انت كويس دلوقتي، بس انا عاوز اعرف انت ليه سبتني نايم ورحت غرفة عمار، وحصل معاك ايه هناك؟ انا كنت نايم في حضنك يا بابا، وفجأة لقيت عمار قدامي وطلب مني ان العب معاه في غرفته، وانا كان نفسي العب فروحت معاه. وهناك بعد ما لعبنا سوا طلع تعبان كبير من ألعاب عمار وقرب مني، وانا كنت مرعوب وبصرخ بقوة بس ما حدش سمعني، والتعبان عضني في رجلي. خلاص يا حبيبي اهدى، حصل خير، بس دي اخر مرة تروح هناك تاني يا اياد، علشان بعد كده انا هزعل منك، تمام؟ حاضر يا بابا، انا مش هروح هناك تاني ابدا. وبعد وقت رجع عامر وابنه تاني للبيت. كل الاكل ده يا اياد علشان تاخد علاجك وترتاح يا حبيبي. حاضر يا بابا. وبعد ما خلص اياد اكله واخد علاجه
ونام. عامر سابه وخرج، وبعد دقايق وصل عامر لبيت وخبط الباب، وبعد دقيقة فتح له راجل كبير في 40 من عمره. أستاذ عامر، أهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا أستاذ حسن، أخبارك ايه؟ الحمد لله، اتفضل ادخل. دخل عامر مع حسن وقعد معاه في الصالون، وحسن قال له اتفضل، عاوز تقول ايه؟ ابنك عمار عامل ايه يا أستاذ حسن؟ ابني عمار؟ ابني عمار مات من زمان يا عامر، ومن زمان قوي. مات ازاي وفين؟ وعند اياد، كان لسه في سابع نومه، بس فجأة دخل عمار الأوضة وقرب من اياد وقال اياد اصحى، كفاية نوم وتعالى نلعب مع بعض. اياد فتح عينه بتعب وشافه قدامه وقال بعتاب ابعد عني، انا مخصمك علشان انت هربت وسبتني مع التعبان في اوضتك لوحدي، وانا مش هلعب معاك تاني. انا اسف، بس انا ما هربتش، انا سبتك هناك علشان تفضل معايا هنا للابد. انت قصدك ايه؟ انت مش بتحب تلعب معايا يا اياد؟ وانا كمان بحب العب معاك، وعاوزك تفضل معايا هنا دايما وما تسيبنيش ابدا. يعني انت كنت عاوز التعبان يعضني؟ طيب ليه؟ علشان تفضل معايا هنا على طول ونلعب مع بعض. بس انا كده كنت هموت. هو انت عايزني اموت ليه؟ انت طلعت شرير زي ما ماما جميلة كانت بتقولي عنك. ابعد عني، انا مش عاوز العب معاك تاني. اياد، انا بحبك وبحب العب معاك، اسمع كلامي وخليك معايا هنا على طول. لا يا بابا، تعال الحقني، كان بيصرخ بصوت عالي، بس عامر ما كانش موجود في الوقت ده علشان يسمعه. ولما اياد زاد الخوف عليه قال بصوت عالي ماما جميلة، ماما جميلة، تعالي الحقيني منه يا ماما جميلة. عمار بضيق مفيش ماما جميلة هنا، امك ماتت يا اياد، افهم بقى، هي ما بقتش موجودة في الدنيا. اياد تجاهل كلامه وفضل ينادي على امه، وفجأة لقى الباب اتفتح وجريت عليه جميلة بخوف وحضنته بقوة، وجميلة بقلق وخوف اهدى يا حبيبي، اهدى، ماما معاك يا حبيبي، اهدى. اياد بدموع هي انتي كان عندك حق يا ماما، عمار شرير وعاوز يخلص مني. عمار وهو موجود معانا هنا في الأوضة يا اياد؟ اياد شاور قدامه بخوف ودموع هناك يا ماما، واقف قدامنا عند المراية هناك. جميلة بصت قدامها على المراية برعب واتأكدت ان عمار ده شبح، وابتدأت تقرأ قرآن بصوت عالي لحد ما اياد هدي ونام معاها. ونرجع عند عامر وهو بيقول ابنك مات من امتى وفين؟ مات من قبل ما تشتري البيت مني، وقع في البسين هناك وغرق. ايه؟ مات في بيتي ومن قبل ما اشتريه كمان؟ وانت ازاي تخبي عني حاجة مهمة كده؟ انا اسف يا استاذ عامر، سامحني، بس كنت محتاج فلوس البيت ضروري، وخفت لو قلت لك الحقيقة تغير رأيك في شراء البيت. عامر بصدمة وذهول يعني ابني كان عنده حق من الأول، واللي كان بيلعب معاه ده شبح ابنك انت؟ عامر أول ما أدرك معنى كلامه سابه وطلع يجري زي المجنون على بيته علشان يلحق ابنه. وبعد دقايق معدودة وصل عامر لبيته، وبسرعة البرق كان عند إياد في أوضته ولقاه نايم على السرير، بس كان لونه مخطوف. إياد ابني حبيبي، مالك يا حبيبي؟ انت بخير؟ اصحى يا حبيبي، اصحى. إياد فتح عينيه بخوف وقال بابا، أخيرا رجعت، انت ليه سبتني لوحدي؟ أنا كنت هموت من الخوف هنا. إياد
انت كويس؟ في حاجة بتوجعك في جسمك يا حبيبي؟ لا، انا كويس، مفيش حاجة بتوجعني يا بابا، ما تخافش. بس انا كنت نايم وصحيت على صوت عمار واتخانقنا سوا، وعرفت انه شرير وكان عاوز يخلص مني، وفضلت انادي عليك بس انت ما ردتش عليا. فناديت على ماما جميلة وهي دخلت هنا وحضنتني، وانا نمت في حضنها من الخوف، وصحيت على صوتك انت دلوقتي. خلص اياد كلامه وهو منهار. خلاص خلاص يا حبيبي، اهدى، انا معاك دلوقتي ومش هسيبك تاني ابدا يا اياد، وما تخافش، انا هنا جنبك. حاضر، بس ما تسيبنيش لوحدي تاني يا بابا. حاضر يا قلب بابا، نام وانا هفضل هنا جنبك. اياد راح في النوم، وعامر فضل يفكر في اللي بيحصل ده، وبعد عن اياد بشوية ومسك الفون واتصل على صاحبه. ازيك يا معاذ؟ انت فين يا جدع؟ الفترة دي كلها مختفي فين؟ ما انت عارف يا عامر، انا كنت مسافر برا مصر في شغل ورجعت النهاردة. ها، طمني، انت كويس يا صاحبي؟ لا، مش كويس ابدا، انا تعبان قوي يا معاذ. خير يا عامر، مالك؟ احكي لي يا صاحبي، ده انت زي اخويا، وانت كمان اكتر من اخويا يا معاذ والله. اسمع بقى اللي حصل معايا من كام يوم فاتوا. وحكاله عامر على كل اللي حصل معاه، وبعدها كمل. انا تعبت قوي يا معاذ، ومش عارف اعمل ايه، وخايف قوي على ابني. طب ما تسيب البيت كله يا عامر، خد ابنك وسيبه وشوف لك مكان تاني غيره. ما اقدرش اعمل كده يا معاذ، قبل ما اعرف الحقيقة لازم اعرف اذا كانت فعلا مراتي جميلة ماتت او لسه عايشة، ولو لسه عايشة بتعمل معايا كده ليه؟ تمام، عندك حق. طيب انا عندي ليك حل حلو قوي. حل ايه يا معاذ؟ قول بسرعة. انت مش عاوز تعرف الحقيقة؟ يبقى لازم تخلص من موضوع عمار ده الاول، وبعدها اكيد هتعرف مراتك جميلة عايشة او ميتة. تمام، عندك حق. طيب هنتأكد ازاي بقى؟ انا اعرف راجل طيب بيفهم في الحاجات دي، ولو دخل بيتك هيعرف لو فيه شبح بجد او لا. طيب انت واثق منه الراجل ده؟ لاني مش بثق في الخرافات دي ابدا. ما تقلقش، ده شيخ واصل وكل الناس بتحلف بيه. تمام، يبقى جيبه بكرة معاك للبيت وربنا يستر بقى. حاضر، ان شاء الله خير، ما تقلقش. عامر قفل معاه ونام جنب ابنه بقلق وتوتر. وفي صباح اليوم التالي صحي عامر متأخر وسمع صوت جرس الباب، فخرج يشوف مين، ولقى معاذ ومعاه راجل شكله غريب قوي. عامر بص عليه بقلق كبير، وهو حاسس من جواه ان الشخص ده مش كويس. صباح الخير يا معاذ، اتفضل. صباح النور يا عامر، اعرفك على الشيخ حسين اللي كلمتك عنه امبارح. اهلا يا شيخ حسين، اتفضل ادخل. دخل معاذ ومعاه الشيخ حسين اللي قعد قدام عامر وقال: الاستاذ معاذ حكالي على كل حاجة، ممكن اشوف ابنك يا استاذ عامر؟ عامر كان قلقان قوي ومتردد، بس معاذ قال: اهدى، ما تقلقش، هو عاوز يشوفه ويكلمه علشان يعرف الحقيقة بس. تمام، تعالوا معايا علشان نشوفه. وطلعوا فعلا على أوضة إياد اللي كان قاعد على سريره بشروط. فقرب منه عامر بقلق وقال: إياد، انت كويس يا حبيبي؟ إياد رفع نظره لعامر وبعدها بص على حسين بضيق وقال: مين الراجل ده يا بابا؟ قرب حسين وعينيه بتتفحص إياد وقال: أنا عمك الشيخ حسين، ما تخافش مني، أنا عاوز أتكلم معاك شوية بس لوحدنا. إياد بخوف: لا، هأخرج برا، وبص على عامر وكمل:
مشي الراجل ده شرير يا بابا، مشيه من هنا بسرعة. اهدى اهدى يا حبيبي، ده عمو طيب، ما تخافش، انا معاك. حسين قال له: أستاذ عامر، ممكن تاخد الأستاذ معاذ وتخرجوا، وما تقلقش على ابنك، أنا هاخد بالي منه. بس يا شيخ حسين، قطعوا معاذ بسرعة وسحبوا معاه، وقال: تعال معايا وما تقلقش، مش هيحصل حاجة، يلا نخرج بره علشان نسيب الشيخ حسين يشوف شغله. عامر بص على إياد اللي لمعت الدموع في عينيه، بس خرج مع معاذ وسابه. وحسين أول ما طلعوا قفل الباب وقرب من إياد وقال: عامل إيه يا إياد؟ إياد بخوف: كويس، بس افتح الباب، انت قفلته ليه؟ علشان نتكلم سوا براحتنا. احكيلي بقى عن صاحبك عمار ده. ما بقاش صاحبي، احنا سيبنا بعض ومشي، ومش هلعب معاه تاني. تمام، طيب ايه رأيك تبقى صاحبي انا وانت ونطلع من هنا سوا؟ نطلع من هنا نروح فين؟ هاخدك لمكان تاني حلو قوي، وهجيب لك حلويات كتير. اياد بص عليه بخوف وقال: انت عاوز تخطفني من هنا صح؟ ضحك حسين بخبث وقال: كنت متأكد انك ولد ذكي ومش سهل، وهتنفعني في شغل كتير. وعند عامر كان رايح جاي بقلق كبير على ابنه، وقلبه مش مطمن ابدا. عامر بقلق: اتأخر معاه جوه قوي، انا هدخل اشوفه بيعمل ايه. اهدى يا عامر وسيبه يشوف شغله. طب بقولك ايه، تعالى نخرج للجنينة بره لغاية ما يخلصوا سوا. انا خايف ومش مطمن للراجل ده، حاسس انه نصاب وخايف يعمل حاجة في ابني جوه. لا ما تخافش، قلتلك الراجل ده واصل وبيفهم قوي في الحاجات دي، تعالى بس معايا وكل حاجة هتبقى تمام. وبعد إصرار كبير من معاذ، عامر نزل معاه الجنينة وقعدوا فيها. وفي أوضة إياد، حسين كان بيجري وراه وعاوز يمسكه، وإياد بيجري منه. اقف عندك ياض، كفاية كده، مش قادر أجري وراك تاني، أنا هاخدك بس تشتغل معايا، ده انت كنز كبير وهلم من وراك الدهب. إياد بخوف وصراخ: ابعد عني، انت راجل شرير، يا بابا تعال الحقني. اسكت ياض، يخرب بيتك، خلاص مش هقرب منك. إياد سكت وهو بياخد نفسه بقوة، وحسين بص عليه بشر وجري عليه ومسكه وقال بخبث: مسكتك أخيرا، انت هتيجي معايا بكيفك أو غصب عنك، يلا هنطلع من باب الخلفي اللي في البيت هنا. إياد اترعب وعض وهرب منه وبقى يجري وهو بينادي على عامر، بس عامر كان في الجنينة في الوقت ده مع معاذ صاحبه، فما سمعش صوته. وإياد زاد الخوف عليه فنادى على عمار، لكن برضه ما جاش علشان يلحقه. وبعدين نادى على أمه جميلة، وفجأة الباب اتفتح وحد دخل منه. وعند عامر في الجنينة قلبه كان بيدق بعنف من الخوف على إياد ابنه، وما قدرش يتحمل أكتر من كده، وطلع يجري علشان يشوف ابنه. ووصل عامر أوضة إياد، وهنا اتسمر في مكانه من الصدمة لما لقى حسين مرمي قدامه على الأرض وسايح في دمه، وإياد مغمى عليه. عامر بصدمة ورعب: إياد حبيبي، انت كويس؟ فيك ايه؟ وايه اللي حصل لحسين؟ إياد بص على عامر بدموع وخوف وهو بيترعش من الرعب وقال: أنا ما أعرفش حاجة والله يا بابا، هو مش أنا اللي عملت فيه كده. وابتدى إياد يحكي لأبوه اللي عمله حسين معاه. عامر أخد ابنه بسرعة لحضنه بصدمة بعد ما شاف حالته،
وقال بحنية: اهدى يا حبيبي، بابا معاك، اهدى، ما تخافش، انا معاك يا اياد. ومعاذ قرب من حسين بخوف وقاس نبضه، لقاه ميت، فقال: حسين مات يا عامر، ولازم نبلغ الشرطة فورا. عامر سمعه وكان في دنيا تانية وهو مش فاهم حاجة. وفعلا بعد وقت جات الشرطة وأخدت جثة حسين وشمعت المكان عشان تبدأ التحقيق. وطبعا أخدوا عامر وإياد معاه لأنه الوحيد الشاهد على اللي حصل ده. وفي مركز الشرطة إياد كان ماسك في أبوه من شدة خوفه، وعامر بيحاول يهديه شوية: إياد خلاص اهدى يا حبيبي، أنا معاكم مش هسيبك أبدا، اهدى يا قلب أبوك. إياد بخوف ورهبة من المكان: بابا أنا والله ما عملت حاجة، أنا ما أعرفش مين اللي عور عمو حسين كده. ما تخافش يا حبيبي، واحكي لعمو الضابط كل اللي حصل معاك. وابتدى إياد يحكي للضابط فعلا. وبعد ما خلص الضابط قال لعامر: ومين عمار ده يا أستاذ عامر؟ ده ابن صاحب البيت اللي أنا عايش فيه يا فندم، بس هو مات من زمان في البيت. يعني عاوز تفهمني إن اللي عمل الجريمة ده يبقى شبح؟ وبعدين احنا كشفنا على الجثة وعرفنا إنها ماتت بسبب أداة حادة، بس للأسف اختفت من المكان كله ولسه بندور عليها. صدقني يا فندم دي الحقيقة، وحتى اسأل معاذ صاحبي كان معايا وكنا في الجنينة وقت وقوع الجريمة، ومستحيل طفل عنده 5 سنين يقدر على شخص بالغ زي الشيخ حسين يا فندم. الضابط اتنهد وقال: تمام، تقدر تاخد ابنك وتمشي دلوقتي يا أستاذ عامر، واحنا بعد ما نخلص تحقيق هنعرف الحقيقة كلها وهنبلغ حضرتك. شكرا يا فندم على تفهمك، عن إذنك. عامر أخد ابنه بسرعة وخرج من المكان، ولقى معاذ قدامه اللي جري عليه بلهفة وقال: عامر طمني، حصل ايه معاك جوه؟ اهدى يا معاذ، الضابط سابني انا وابني لان مفيش دليل علينا، ما تقلقش. تمام الحمد لله. طيب تعالى معايا، انا لقيت لك شقة ايجار حلوة تقعد فيها انت وابنك لغاية ما يخلص التحقيق في بيتك. شكرا يا معاذ، تعبتك معايا يا صاحبي. ما تقولش كده يا عامر، انت زي اخويا. يلا بينا، شكل اياد تعبان هو كمان. تمام يلا بينا. وفعلا معاذ وصل عامر وابنه لشقته الجديدة وسابه ورجع على بيته هو كمان علشان يرتاح. وبعد وقت عامر بتعب قال: يلا يا حبيب بابا خلص أكلك علشان تاخد علاجك وتنام. حاضر يا بابا. طيب احنا هنفضل هنا ومش هنرجع بيتنا القديم تاني؟ لا يا حبيبي، الشرطة تخلص تحقيق بس وهنرجع بيتنا من تاني، ما تقلقش. بجد يا بابا؟ طب الحمد لله. وبدأ إياد ياكل، وبعدها بص على عامر بتردد وقال: بابا أنا عاوز أقولك على سر، بس ما تقولش لحد عنه. سر ايه يا إياد؟ قول يا حبيبي، ما تخافش. عمار في مرة قال لي يا بابا إن ماما جميلة ما وقعتش لوحدها في البسين، وفي شخص غرقها فيه لغاية ما ماتت. انت بتقول ايه؟ قصدك جميلة مراتي اتقتلت وفي شخص دخل بيتي وغرقها كمان في البسين؟ ايوه يا بابا، عمار قال لي انه شاف واحد لابس قناع اسود وقرب من ماما جميلة ورماها في البسين وغرقها فيه لحد ما ماتت. ايه؟ وانت ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده يا اياد؟ وخبيته عني ليه؟ كنت خايف تكذبني، هو عمار قال لي ما قولش لحد السر ده علشان ماما تفضل معايا. انا اسف يا بابا. خلاص يا حبيبي اهدى، انا مصدقك، اهدى انت بس يا حبيبي. اياد هدي
وشوية وسمع عامر صوت خبط على الباب. أنا هخرج أشوف مين، وانت خلص الأكل ده كله يا حبيبي، ماشي؟ حاضر يا بابا. خرج عامر علشان يشوف مين، وفتح الباب من هنا واتسمر مكانه بصدمة وذهول كبير. جميلة، انت هنا قدامي؟ طب ازاي؟ عامل ايه يا عامر؟ ممكن ادخل جوه؟ عاوزة اقولك على الحقيقة كلها. تمام، ادخلي يا جميلة. وفي بيت معاذ كان بيقول لحماه: وبعدين معاك يا حماية، قلتلك مش هسيبه، يعني مش هسيبه. كفاية يا ابن جنان بقى، انت بتعمل مع عامر صاحبك كده ليه؟ علشان هو السبب في كل تعاستي يا حماية، حرمني من اغلى شخصين في حياتي. علشان كده انا اتفقت مع حسين وطلبت منه يمثل ان هو الشيخ قدام عامر علشان يخطف ابنه، وبعدها خلص عليه. بس الغبي معرفش حصل معاه ايه، ومين خلص عليه معرفش، بس انا مش هسيبه قبل ما احرق قلبه على ابنه زي ما حرقت قلبه على مراته جميلة وحرمته منها كمان. يعني انت اللي عملت كده في مراته جميلة وكمان عاوز تخلص على ابنه؟ ليه يا ابني ده كله؟ ده عامر صاحبك وصديق طفولتك، ليه الكره اللي في قلبك ده كله؟ ليه؟ انا هقولك ليه يا حماية، وهحكي لك على الحقيقة كلها. بنتك يا حماية وبنتي ما ماتوش في حادث طبيعي، البيت ما ولعش بيهم كده من نفسه، عامر اللي كان السبب في موتهم وحسرتي عليهم. وانا وعامر كان معانا قضية كبيرة بتاعت عصابة مافيا شاملة حاجات كتيرة قوي أبشع مما تتخيل، وبعد مجهود كبير قوي مننا قدرنا نجمع عنهم أدلة كتيرة وفي ملف واحد، والملف ده كان مع عامر، والعصابة عرفت بيه وحاولت مع عامر بس ما نجحتش، فتوجهت لي أنا. وفي يوم كنت في الشغل مع عامر وشخص رن عليا وهددني إن هيحرق بيتي بمراتي وبنتي لو الملف ده ما بقاش معاهم. وانا وقتها اتكلمت مع عامر وطلبت منه ان هو يديهم الملف. عامر الحقني، العصابة عرفت بموضوع الملف وهددوني بموت عيلتي في المقابل. اهدى يا معاذ، ده اكيد تهديد على الفاضي، بيخوفوك علشان بس ياخدوا الملف مننا. لا يا عامر، شوف هما بعتوا الفيديو ده هيحرقوا البيت بمراتي وبنتي، أرجوك هات الملف، عيلتي في خطر كبير. ما اقدرش يا معاذ، انت عارف احنا تعبنا قد ايه للحصول على الملف ده، ولو سلمناهم كده ارواح ناس كتيرة هتموت بدون ذنب. وانا خلاص اتفقت مع حضرة الضابط اللي ماسك القضية انه هيقبض عليهم وفي اسرع وقت. تعال بينا نروح له ونشوف هنعمل ايه. ورحنا فعلا على مكتب الضابط ادهم، وهناك هو طمنا انه هيعمل اللازم. لكن تاني يوم اتفاجئت وانا في مكتبي بفيديو بحرق البيت اللي فيه مراتي وبنتي، ومن وقتها وانا مستني الفرصة علشان اخد حقهم من عامر واحرق قلبه زي ما كان السبب في حرقة قلبي. خسرتهم بسببه، كان ممكن نلاقي طريقة تانية علشان نقبض على العصابة دي، بس هو رفض وضحى بعيلتي أنا. حماه بدموع رد وقال له: بس ده قدرهم يا ابني، وما كانش صح أبدا إن يديلك الملف ويموتوا ناس تانية أبرياء برضو. ارجع اللي في دماغك ده يا معاذ وفوض أمرك لله يا ابني، وهو هيجيب لك حقك وحقي. أبدا أبدا مش هسيبه، هاخد حق مراتي وبنتي منه، وزي ما حرق قلبي عليهم ورفض يساعدني أنا هحرق قلبه على ابنه كمان. معاذ خلص كلامه وأخد بعضه ومشي. وفي نفس الوقت وفي شقة عامر دخل عامر ودخل الجميلة معاه، وأول ما شافها إياد جري عليها بفرحة وحضنها بقوة وقال: ماما جميلة، وحشتيني قوي قوي. وانت كمان وحشتني يا إياد. عامر وجه كلامه لإياد وقال: إياد،
حبيبي ممكن تدخل اوضتك على ما اتكلم مع ماما شوية؟ حاضر يا بابا، بس ما تخليهاش تمشي تاني. خلاص يا حبيبي ما تخافش، ماما جميلة مش هتمشي تاني وهتفضل معانا هنا على طول. إياد سمع كلام والده ودخل أوضته، وعامر بصلها وقال: ودلوقتي تقدري تقوليلي ايه الحكاية بالظبط؟ حاضر، هقولك على كل حاجة، بس أولا كده أنا مش مراتك جميلة. ايه؟ أمال انتي مين؟ أنا أختها التوأم سارة. نعم، أختها التوأم ازاي؟ وجميلة ما كانش ليها اخوات أصلا. لا كان ليها يا عامر، بس هي ما كانتش تعرف بوجودي، وانا من فترة كده بس عرفت بوجودها هي كمان. لا انا كده تهت منك، انت قصدك ايه؟ انا هفهمك. ماما زمان كانت حامل في توأم جميلة وانا، وبعد ولادتها حصل مشاكل كبيرة بينها وبين بابا ووصلت للطلاق، وماما كانت عاوزة تاخدنا سوا معاها وتسافر، بس بابا رفض، وفي النهاية قرروا ان كل واحد ياخد بنت فينا، وماما اخدتني انا وسافرت لبره مصر لعيلتها في لبنان، وجميلة فضلت هنا مع بابا، وخبوا عننا الحقيقة علشان ما نطلبش نشوف بعض. فهمت؟ علشان كده حماية كان بيقول ان جميلة يتيمة الام، كان بيكذب علينا علشان ما عرفش الحقيقة. بالظبط كده. ومن فترة ماما تعبت قوي، وهي على فراش الموت حكيت لي على كل حاجة، وقالت لي انزل اشوف اختي جميلة علشان ما اقعدش هنا لوحدي وحيدة، وانا عندي عيلة هناك. ولما نزلت مصر سألت عن بيت بابا الاول ورحت علشان اقابله، بس قالوا لي ان هو مات من سنة. فسألت عن مكان جميلة وقالوا لي انها اتجوزت وساكنة مع جوزها اللي هو انت. فرحت على طول لبيتكم علشان اشوفها، واول ما دخلت عرفت انها ماتت. وشفت اياد وقتها كان بيلعب جنب البسين وخلاص كان هيقع فيه، فلحقته بسرعة وهو حضني وقال لي ماما. فهمت ان هو ابن جميلة، وحكالي عن عمار صاحبه اللي عرفت بعدين ان هو شبح، واخدته علشان ادخل اشوفك، بس هو قال لي ماما انتي ازاي طلعتي تاني من البسين بعد ما الراجل المقنع غرقك فيه؟ انا الاول انصدمت من كلامه وسألته مين قالك كده؟ قال لي عمار. وهنا فهمت ان اختي اتقتلت مش ماتت موتة طبيعية، فاستخبيت في البيت علشان اعرف الحقيقة، وانا اللي دخلت اول مرة ليك علشان تلحقه من عمار، وما ظهرتش قدامك بس علشان اراقب اياد واخد بالي منه واعرف مين اللي قتل جميلة اختي. اتنهد عامر بدموع وقال جميلة مراتي ماتت مقتولة وانا ما اعرفش مين اللي قتلها، والشيخ حسين اتقتل برضه في البيت وما اعرفش مين اللي عمل فيه كده، حتى اداة الجريمة مش موجودة. سارة سمعته وبلعت ريقها بتوتر وقالت ما هم مش هيلاقوا أداة الجريمة هناك، لأني دفنتها في مكان بعيد بعد ما أنا اللي عملت كده في حسين. عامر بصدمة انت اللي عملتي كده في الشيخ حسين؟ أيوه، أنا بس كنت بدافع عن نفسي. أنا دخلت على صوت إياد ولقيت حسين عاوز يخطفه بعد ما أغمى عليه، فجريت ألحقه بس ما قدرتش على حسين وهو حاول يقتلني، فلقيت جنبي أداة الفاكهة وضربته بيها علشان أنقذ نفسي وإياد. عامر انصدم قوي منها بس قال تمام اهدي، أنا مش هبلغ عنك لأنك كنت بتحاولي تنقذي ابني، وأنا متشكر قوي ليكي. شكرا ليكي يا عامر، وما تنساش إن ده ابن أختي برضو وواجبي عليه إن أنا أحميه. وهما بيتكلموا سمعوا صوت صرخة إياد، فجريوا الاتنين على مصدر الصوت وشافوا معاذ وهو واخد إياد وواقف بيه على سور البلكونة. عامر بصدمة وخوف قال له معاذ انت بتعمل ايه؟ سيبه هيقع منك، انت مجنون؟
معاذ بشر قال له: أهلا أهلا، نورت. أنا كنت مستنيك تيجي علشان تشوف ابنك وهو بيموت قدامك. معاذ، انت بتقول ايه؟ عاوز تقتل ابني ليه؟ علشان احرق قلبك عليه زي ما حرقته على مراتك جميلة قبل كده. ايه؟ هو انت اللي قتلت مراتي جميلة؟ طيب ليه تعمل معايا كده يا صاحبي؟ انا عملت لك ايه؟ ضحك معاذ بوجع وقال: عملت لي ايه؟ انت نسيت انك كنت السبب في مراتي وبنتي واللي حصل لهم؟ وكما تدين تدان يا عامر، وزي ما حرقت قلبي انا كمان هحرق قلبك دلوقتي وقدام عينيك على ابنك. لا، ابوس ايدك، سيبه يا معاذ، ده طفل، حرام عليك. طفل؟ وانا بنتي كمان ما كانتش طفلة زي يا عامر. بس مراتك وبنتك لسه عايشين وبخير. ايه؟ لسه عايشين؟ انت هتضحك عليا يا عامر ليه؟ هو انا ما شفتش البيت وهو مولع ولا ايه؟ بطل كدب عليا. والله ما بكدب عليك يا معاذ، مراتك وبنتك عايشين وبخير. ولو مش مصدقني خد اسمع مكالمة منهم وهم بيطمنوني على نفسهم، بس مرضناش نقولك علشان ما يبينش عليك وهم يبقوا بخير لحد ما نخلص القضية ويتقبض عليهم، وساعتها كنا هنقولك على كل حاجة أنا وحضرة الضابط. وادي المكالمة اهي، اسمعها. وشغل له عامر المكالمة اللي متسجلة فعلا، ومعاذ عرف انه كان ظلمه واتصدم وساب اياد من ايده، واياد جري على ابوه وعامر اخده في حضنه وهو بيبكي. ومعاذ اتكلم وقال: سامحني سامحني يا صاحبي، انا ظلمتك وقتلت مراتك اللي كنت بتحبها، وفي نفس الوقت انت كنت بتحميلي مراتي وبنتي، سامحني. معاذ خلص كلامه ورمى نفسه ونزل على الأرض سايح في دمه، وعامر اتصدم هو وسارة ونزلوا جري علشان يشوفوه يمكن لسه عايش ويسعفوه، لكن كان خلاص روحه طلعت للي خالقها وقابل رب كريم. وجات الإسعاف أخدت جثة معاذ، وبعدها بأسبوعين اتقبض على أفراد العصابة كلهم، ورجعت مرات معاذ هي وبنتها لبيتها وحياتهم من تاني. بس كان معاذ خلاص رحل عن الدنيا خالص. وبعد مرور سنة على الأحداث دي وفي بيت جديد، كان عامر قاعد على الكرسي ومعاه طفلة صغيرة بيلعبها، وسارة ببسمة قالت له: هاتها يا عامر، أكيد تعبتك المشاغبة دي. عامر بحب قال لها: لا، سيبيها يا سارة وتعالي جنبي يا حبيبتي، وحشتيني. قعدت جنبه سارة وعامر أخدها في حضنه وقال: أنا مش عارف إزاي قدرتي تخطفي قلبي في الوقت القصير ده بعد اللي حصل معانا من سنة يا قلبي. سارة بحب: هو انت كمان خطفت قلبي، ومن أول مرة شفتك فيها في البيت انت وإياد وكان في حضنك. بحبك أوي يا سارة. هو أنا كمان بحبك أوي. صحيح، أنا نسيت من حبك اللي مأثر عليا. هو إياد فين؟ إياد بيذاكر في أوضته، وبعدين هياكل ويجي بعد ما يخلص. ربنا يخليكي لينا يا رب. ويخليك لينا يا حبيبي. أنا مش مصدق إن الحمد لله خلصنا من كل الشر اللي كان حوالينا. حتى روح عمار ارتاحت في قبرها بعد ما اتقبض على كان السبب في موته. الله يكون في عونه. ما كانش مصدق إن أخوه هو اللي عمل كده في عمار، علشان كان هو الوريث الوحيد ليه، وعلشان كده اتخلص منه وغرقه في البسين. ربنا يرحمه يا رب ويصبر قلب أبوه، خسر ابنه وأخوه مرة واحدة. والحمد لله إياد بقى أحسن كتير قوي، خصوصا من بعد ما سيبنا البيت وابتدى ينسى وحياته تتغير للأحسن. والبركة في ربنا ثم فيكي انتي السبب اللي نورتي حياتنا من جديد. ربنا ما يحرمناش منك يا رب. ويخليكوا ليا انتوا كل عيلتي دلوقتي يا عامر. خلصوا كلامهم وجه إياد قعد معاهم وقعدوا يضحكوا ويهزروا مع بعض،
وعاشوا في سعادة. هي دي نهاية قصتي، ولو عجبتكم ما تنسوش دعمي بلايك للفيديو واشتراك في القناة، واكتبوا لي رأيكم فيها في كومنت جميل زيكم. وإلى اللقاء في قصة أخرى إن شاء الله. دمتم دائما وأبدا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.